تخيل كده إنك فاكر نفسك مسيطر على حياتك، لكن الحقيقة مخك هو اللي ماسك الدراكسيون. الإنسان مش أقوى كائن على الأرض، لكنه أذكى واحد قدر يخدع نفسه. مخك وزنه حوالي 1.5 كيلو، بس بيستهلك أكتر من 20% من طاقة جسمك. يعني عضو صغير بس شغال طول الوقت من غير توقف. الغريب إنك عمرك ما سمعت صوت مخك الحقيقي. أي فكرة بتيجي في بالك دي مجرد إشارات كهرباء. العلم بيقول إن مخك بياخد قرارات قبل ما أنت تحس إنك قررت. يعني الإحساس بالاختيار أحياناً وهم. وعشان كده ممكن تعمل حاجة وتسأل نفسك بعدها، أنا عملت كده ليه؟ الإنسان يقدر يعيش من غير أكل أيام، ومن غير مية ساعات، بس من غير نوم لأ. النوم مش راحة، النوم صيانة إجبارية. في مخك بيرتب الذكريات ويصلح نفسه. من غير نوم الإشارات العصبية بتلخبط. بعد أيام قليلة تبدأ الهلاوس. العقل كمان يقدر يخليك تشوف حاجات مش موجودة. في تجارب علمية ناس شافت أصوات وسمعت صور. ده اسمه خداع حسي. يعني مخك ممكن يكذب عليك وإنت تصدقه. الأخطر إنك عمرك ما تعرف إنه بيكذب. الإنسان هو الكائن الوحيد اللي بيفكر في الموت وهو عايش. الخوف من المجهول مش ضعف، ده آلية بقاء. عقلك مبرمج يخوفك عشان يحميك، بس أحياناً الخوف بيزيد ويتحول لقلق، والقلق يقدر يدمر جسمك وأنت ثابت. التوتر المستمر يرفع ضربات القلب ويضغط الأعصاب. يعني ممكن تتعب من غير مرض عضوي. ترانسكريبشن، العلم بيسمي ده أمراض نفسية. يعني النفس توجمع الجسد، وده يثبت إن الإنسان مش جسم بس. الغريب إن مخك بيحب القصص. القصة بتدخل المخ أقوى من المعلومة، وعشان كده احنا بنصدق الحكايات أكتر من الحقائق. العقل كمان بيحب الغموض، لأن الغموض بيشغر له. الإنسان لما ينعزل عقله يبدأ ينهار. الوحدة الطويلة بتقلل الإحساس بالواقع. عشان كده العزل عقوبة قاسية. احنا محتاجين بعض، مش رفاهية، ضرورة. العقل الإنساني اتخلق عشان يتواصل. المثير إن مخك مش دايماً في صالحك. أحياناً بيفكرك بحاجات مؤلمة من غير سبب. والإحساس أقوى من المنطق. عشان كده نسيان الألم مش سهل. وفي النهاية، هل أنت مسيطر على عقلك ولا هو مسيطر عليك؟